انا فاهم انك من ساعه ما وعيت على الدنيا ومن اول شهر رمضان تفتكره في حياتك وانت مرتبط معاك شهر رمضان بالتلفزيون، سواء كنت من جيل الطيبين زي حالاتي كده جيل التسعينات فكنت بتفطر على صوت محمد منير وهو بيغني لابو كف رقيق وصغير، وعيون فنان محتار، او زازا وجرجير اللي كانوا عاملين زي نجوم السيما احمد رمزي ورشدي اباظة، وخد عندك بقى كل رمضان بمسلسل احلى من اللي قبله لدرجه انك فاكرهم لحد دلوقتي. هتلاقي سنه مسلسل زيزينيا، واللي بعدها عائله الحاج متولي، وحكايات زوج معاصر، رايا وسكينه، صوت هشام عباس وهو بيغني لواحد دماغه مهويه وولا حاجه في الدنيا تستفزه. طبعا ده غير برامج زي الكاميرا الخفيه وانفخ البلالين يا نجاتي عشان عيد الميلاد وكشكشها ما تعرضهاش. التيمة اصلا بتاعت تتر البرنامج رغم السنين دي كلها انت لسه فاكرها. وبمناسبة برامج المقالب برضو كان في برنامج حسين الامام بتاع قال ايه، واظن قبليهم بشوية كان في برنامج طارق علام لما كان بينزل يسأل الناس في الشارع والجايزة جنيه دهب. كان في برنامج انا مش فاكر كان بيتكلم عن ايه بس فاكر اغنية التتر. كل السنين دي وكل مسلسل وبرنامج احلى من اللي قبله وكل رمضان بيعدي كان بيتبني فيه ذكريات مع شاشة التلفزيون، كان بيرسخ اكتر في دماغنا فكرة ان رمضان بقى مرتبط ارتباط شرطي بالمسلسلات والبرامج. وفترة التسعينات واوائل الالفينات كانت تعتبر هي الفترة اللي بتسقي فيها البذرة اللي اتحطت في فترة السبعينات والثمانينات. وقبل ما اقولك مين حط البذرة حط انت لايك الاول علشان تدعم المحتوى ويوصل للناس اكتر. 4 أعمال في السبعينات والثمانينات كانوا بمثابة البذرة اللي اتحطت في العقل اللاواعي عند الجمهور عشان تربط بين رمضان والأعمال التلفزيونية. سنة 1975 بتعمل نيلي أول مواسم الفوازير في مصر. مين؟ وهنا كانت بداية العصر الذهبي للإبهار البصري. التلفزيون ما بقاش صندوق للأخبار والحواديت وبس، ده بقى بيجيب كمان سحر وبهجة ورقص وفوازير الجمهور نفسه بيشارك في حلها. وبمساعدة المخرج العبقري فهمي عبد الحميد اللي يعتبر هو أول واحد يدخل التكنولوجيا والخدع البصرية لمصر، أصبحت نيلي هي نجمة الفوازير الأولى. وبقت الفوازير جزء لا يتجزأ من الطقس الرمضاني في مصر والوطن العربي كمان، ولمدة 15 سنة كاملين. وخلالهم ظهرت كمان شريهان اللي نقلت الفوازير لمستوى اعلى من الابهار الحركي والدرامي. خليني اقول لك ان الفوازير هي اللي اخترعت فكره ساعه الذروه، هي البدايه لمفهوم الخريطه الرمضانيه. ميعاد ثابت كل يوم بعد الفطار خلى كل الاسر المصريه والعربيه تتجمع حوالين التلفزيون. ونقدر نقول ان الفوازير هي اللي عودت الجمهور ان التلفزيون في رمضان شيء اساسي. ده غير ان الفوازير مهدت الطريق للمسلسلات انها تلاقي جمهور جاهز ومستني. سبت ذهب وملاه عنب. وهنا يجي دور اهم مسلسلين في فترة الثمانينات، ليالي الحلمية ورأفت الهجان. المسلسلين دول خلوا المسلسل الرمضاني طقس اجتماعي لا غنى عنه، وده لانهم نقلوا الدراما من مجرد قصص عادية لملاحم شعبية عظيمة. فكرة ان الشوارع تفضى تماما من الناس علشان حلقة المسلسل بدأت، وان المسلسل يتعمل منه 3 أجزاء زي رأفت الهجان او 5 أجزاء زي ليالي الحلمية، كل دي اسباب تخلي فوازير نيلي وفوازير شريهان ومسلسلين ليالي الحلمية ورأفت الهجان هم بذرة التعود على ان رمضان هو موسم الدراما الاهم في السنة. وانا هنا مش بتكلم من باب ان دي مؤامرة كونية اتعملت، انا بس عايز افهم ليه وصلنا هنا. طيب حطينا البذرة في التسعينات والثمانينات وسقيناها في التسعينات وبداية الألفينات، نيجي بقى لموسم الحصاد. من بداية الألفينات وانت طالع بدأت تظهر وتنتشر القنوات الفضائية، وظهور الفضائيات ده غير قواعد اللعبة تماما، لأن القنوات الفضائية بدأت تدفع مبالغ خرافية للمنتجين علشان تشتري حق العرض الحصري، وده طبعا خلى فيه غزارة كبيرة في الإنتاج. فبدل ما كان الشعب كله بيتفرج على مسلسل واحد الساعة 8 بقى فيه 10 و20 و30 مسلسل في نفس الوقت. فيبقى في سنة من السنين انا فاكرها كويس معظمنا تابع فيها على الاقل الست اصيله وساره ورايا وسكينه ومبروك جالك قلق. فاليوم سيسري. سيسري؟ مين الناس دي بتجيب فاليوم سيسري؟ وسنه ورا سنه الاعمال بدات تكتر والفضائيات تكتر والناس كمان بتكتر، فالطلب على المسلسلات بيزيد. وبالمناسبه ده سبب رئيسي في ان اجور الممثلين زادت بشكل ضخم في اخر 20 سنه، وده كله بيحصل عشان ايه؟ الاعلانات طبعا. وبحتاج لك وتحتاج لي
نتواصل وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. الإعلانات هي المحرك الأساسي والتمويل الحقيقي لكل الطفرة اللي حكينا عنها دي. لولا فلوس الإعلانات يا معلم ما كانش هيبقى فيه ميزانية ضخمة للفوازير ولا الإنتاج ملحمة زي ليالي الحلمية وعشرات الفضائيات اللي بتعلن عن نفسها وتشتري حقوق الممثلات بملايين. كل ده لأنهم بقوا ضامنين وجودك قدام التلفزيون لوقت كبير طول شهر رمضان، وبدأ يبقى فيه خناقة كبيرة على وقتك من غير ما تحس، وفي النهاية انت اللي بتمول كل اللي بيحصل ده من جيبك. بالتعود والوعي الجمعي أصبح رمضان هو موسم الدراما الأول في السنة، والمسلسلات والبرامج والإعلانات بقت جزء من بهجة الشهر ومن ذكرياتنا. ومش عيب أبدا إننا نستمتع بالفن، لكن وإحنا بنقلب بين المسلسلات خلينا فاكرين إن رمضان هو الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في السنة عشان نجدد روحنا ونقرب من ربنا. اعرف إن وقتك غالي، واختار حاجة ولا اتنين تتفرج عليهم وقت فطارك ولا سحورك، وسيب باقي الساعات للحاجة اللي رمضان أصلا اتعمل علشانها، وربنا يبعت لك أيام حلوة أيا كان مكانك على وجه الأرض.